خروج بنتيجة إيجابية. احترام الخصم هذه من الأشياء التي لا نريدها في المواجهة، وأكيد بالثقة الموجودة من طرف الإسباني خوان كارلوس جدا في الضربات الراسية. تلعب هذه الكرة مباشرة، هذه الكرة لا زالت ودادية. هنا جلال الداودي سدد ولكن علت مرمى الحارس جوما. أول تسديدة من جلال الداودي، معروف بتسديداته جلال. سين الأطراف تشتغل، هنا تسديدة ولكن علت المرمى، علت المرمى، مرت بسلام. ثقتنا فيك كبيرة يوسف يا المطيع. يوسف المطيع يرسل أمامية بالراس. هنا مشكل حساب أيوب العملود. رجعت الكرة، كيف ستلعب مرفوعة داخل منطقة الجزاء الراسية، وبعد ذلك سهلة تصل لحارس ممتاز بوارا. يمر بوارا والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل. كان في خطأ داخل منطقة الجزاء. بوارا في عملية رائعة جدا يتخلص من لاعبين، عملية السقوط. وبعد ذلك هنا المراقبة، مراوغة ممتازة من حميدة حداد فيها خطأ. يا بن عيادة ارفع يا بن عيادة. هنا في القائمة الثاني سيف الدين بوارا. يدخل سيف الدين أم لا؟ يدخل سيف الدين، والركنية بن عيادة في التدخل والتسديدة بعيدة تماما. محاولة المرور لا زالت ودادية قريب. بن عيادة يرفع الكرة، يعكس الراسية والهدف يضيع. الهدف كان قريب عن طريق زولا. كان يكرر السيناريو المباريات السابقة. زولا كان حر، والهدف التاريخي الأسطوري لوليد الكارتي. هذه البعيدة بعيدة بعيدة تماما، بعيدة تماما. في أهداف لا تنسى. هنا يحاول سيمبا أنه يستفيد من هذا التفوق. هدف يشكل حافز للفريق التنزاني لمواصلة الضغط على مرمى هنا الضغط من حميدة حداد. حداد ضاعت الكرة. حكم لحسن الحظ هذه المرة يعلن عن خطأ. يوم الغد امام اليوسمع في ديربي مغاربي. الكرة الامامية تبع بالراس، هذه لا زالت ودادية عرضية وفيها ركنية. الركنية الثانية للفريق الاحمر. سيف الدين بوارا يرفع يحيى مقوصة. زولا كان قريب الان لمن سيمرر هذه الكرة في عرضية. الهدف جاي الداودي، الهدف جاي الداودي، الهدف جاي الداودي. والكرة مرة أخرى إلى الركنية من جديد. نعم لن يتنازل عن الهدف فريق الوداد الرياضي. يا بن عيادة عندك الدور، يا بن عيادة ما يمرش، ما يسدد، كل ما جاته الفرصة سيسدد. هنا الرأسية، أوه برافو أمين. إن شاء الله الأمور سليمة وإن شاء الله تمر هذه الهجمة بسلام. الحكم صفر خطأ. أين هو الخطأ؟ يتدخل، لا زالت لعناصر نادي سيمبا. الهدف الأول، الهدف الأول لفائدة نادي سيمبا التنزاني. واحتجاجات عناصر فريق الوداد الرياضي. أوتوس يسجل أول أهداف فريق سيمبا، والأصل ضربة حرة أساسا غير موجودة للفريق التنزاني، لأن تدخل أمين أبو الفتح كان يعني سفيان يرفع كرة الرأسية من حميد دانيس على مشاري منطقة جزاء. حذر من التسديد، مرفوع الكرة الرأسية. بعد ذلك يوسف وطلع البينية ممتازة. حميدة حداد العرضية من يتابع، ولكن لا زالت لعناصر فريق سيمبا في عرضية. وبن عيادة ترى من بوسفيان على امل استلام الكرة، لكن بن عيادة التمرير. بوسفيان ما يمرش. دولة لفريق سيمبا التسديد مرت بسلام، كم كانت صعبة وكم كانت خطيرة ديال الكرة على مرماك يا يوسف. يا وضعية التسلل في اللقطة الماضية ليس لي حالة التسلل. هنا الكرة توصل بالضربات الرأسية، إن شاء الله يكون في واحدة منها. كرة في وسط، كل ما ضغطت عليه دارت هذه الثغرات، وجب توخي الحذر. هذه العرضية بن عيادة، احتفال بالكرة والبحث عن المراوغات. هذه مشكلة من الأندية في دوري الأبطال وحتى في مسابقة، والمرونة حتى تتم الأمور، حتى تمشي الأمور كما ياسين مع بروسبير، والتدخل مر بالخبرة اللي راكب. لكن في النهاية قرارات تحترم. بوسفيان
حاول يباغت حسوني يلعب لي احداد، اصبح يخسر. هنا الكره العرضيه الراسيه، بعد ذلك مرت يا جبران سيف الدين بوارا يدخل، بوارا يبحث عن ضربه جزاء. كان واضح من خلال السقوط بان سيف الدين بوارا كان يبحث عن الركله جزاء في اللقطه الماضيه. ترجع يحيى تعتمد على لاعب وسط ميدان هجومي، وبالتالي تلعب السقوط داخل المنطقه ليس له اي داعي. بوارا يسدد، عناصر الفريق التنزاني صعبه الكره، برافو يحيى جبران. وبن عياده هو اللي قطع الكره الماضيه. بن عياده يا حمود من اجل دعم الوسط، من اجل لازال يحتفي بالكره، مراوغه ممتازه، هذه تلعب بسرعه. بوسفيان هي بوسوف تمشي للامام بالراس، حاولت المرمي ابو الفتح ولا زالت صعبه، مره جانبي زولا في الابعاد، لا زالت صعبه وزولا للمره. هذه فرصه جول، يا زوير حاول يراوغ زوير، يلعب بالركنيه ولا زالت صعبه. الحكم لا زالت تنزانيا، مرة جانبية. كم كانت خطيرة هذه الكرة مجددا. كرة للأمام في اتجاه لاعب الخنوس، ضيع حسن الحظ، مرت الكرات بسلام، كرة مرفوعة داخل المنطقة، لكن عطية الله يلا يحيى العرضيات، لاعب حسين سدد على مرتين المطيع. برافو الموت. ساكو في أول لمسة، ساكو يراوغ، مرت